يا صاحبي، مش كل ضحكة تبقى فرحة، ومش كل صحبة تبقى نعمة. في ناس حوالينا شكلهم بيضحك، لكن جواهم سم بيدخل قلبك واحدة واحدة. في يوم هتلاقي نفسك ماشي وراهم وبتعمل زيهم، بتكلم بنات، بتتفرج على حاجات حرام، وبتقول يا عم كل الناس بتعمل كده. بس انت ناسي ان ربنا خلق علشان تكون مختلف، مش زي اي حد. الصح اللي بيحبك مش اللي يضحكك، الصح اللي يقولك قوم صلي، يزعقلك لما تغلط، يخاف على آخرتك زي ما بيخاف على نفسه. النهاردة بتسهر وبتضيع وقت وبتبعد عن الصلاة وبتقول ربنا غفور رحيم. ربنا رحيم، بس هو كمان شديد العقاب. انت فاكر انك صغير ومش مهم؟ لأ، ده انت أهم الدنيا كلها، عشانك في آخرة وفي حساب. هتقف لوحدك قدام ربنا، ولا صحاب ولا تليفون ولا يوتيوب ولا تيك توك، بس انت وانت وعملك. فكر كده، لو نمت النهاردة وصحيت على الموت هتبقى جاهز؟ ولا هتقول يا ريتني ونفسي أرجع ساعة واحدة أصلي فيها؟ بس مش هتقدر، خلاص الوقت خلص. فوق لنفسك يا صاحبي، اقفل الدنيا دي شوية وافتح قلبك لربنا. ابعد عن اللي بيشدك للحرام، وقرب من اللي بيقربك من الجنة. اتعلم تقول لأ للغلط، اتعلم توقف الشهوة.